رحيل ريبيرو عن النادي الأهلي. كل جمهور النادي الأهلي بيطالب برحيل الأسباني خوسيه ريبيرو عن تدريب فريق النادي الأهلي بعد التعثر قدام غزل المحلة. بعد ما لعبنا 3 مباريات في الدوري، اتعادلنا ماتشين وكسبنا مباراة. أنا هاقول وجهة نظري يا جماعة في الموضوع ده بالراحة كده يا جماعة، واحدة واحدة. الراجل ده لسه جاي جديد، الراجل ده أول مرة يدرب في الدوري المصري، ما يعرفش الدوري المصري ولا يعرف الفرق المصرية ولا يعرف أسلوب الدفاع اللي بتتبعه الفرق المصرية قدام النادي الأهلي. فطبيعي الراجل ده ياخد شوية وقت على ما يفهم الأسلوب. أنا كل ما أقابل حد في الشارع يا جماعة أهلاوي، أو أقابل حد في الشغل زميلي أهلاوي يقعد يقول لي ريبيرو لازم يمشي، ريبيرو لازم يمشي، ريبيرو لازم يمشي. ليه يمشي؟ ليه يمشي؟ ادوا له وقته يا جماعة، ادوا له وقته. الراجل ده عنده فكر وبيحاول يطبقه، لازم هياخد شوية وقت، واللعيبة هتاخد شوية وقت عشان تنسجم مع الفكر ده، واللعيبة هتاخد شوية وقت عشان تنسجم مع بعض. طبيعي ياخد الوقت ده. وصدقني ريبيرو مدير فني مش سيء، ريبيرو مدير فني محتاج شوية وقت. هتقول لي طب وانا هصبر؟ هو انا هستنى لغاية الدوري ما يضيع مني؟ طب معلش مع احترامي، هو الدوري حتى لو ضاع بس انا كسبت مدير فني جيد، طب ما يضيع الدوري. تمام. انا بالنسبه لي لو ضاع الدوري السنه دي انا ما عنديش اي مشكله الدوري يضيع السنه دي، ما انا كده كل سنه باخد الدوري اساسا. اطلع مركز اول او اطلع مركز تاني مش هتفرق معايا كتير، اهم حاجه اشارك في افريقيا، ده المهم بالنسبه لي. لكن انا مع ان ريبيرو ياخد وقته، ياخد فرصته. نتيجه بيراميدز ايا كانت النتيجه انا مش فارق معايا خالص، انا فارق معايا ان الراجل ده يكمل يحاول يطبق الفكر بتاعه. خلينا نشوف بعد التوقف الدولي ايه اللي هيحصل، خلينا نشوف إيه اللي ممكن يقدمه في مباراة بيراميدز وبعد كده نطلع نتكلم. لكن كل ان احنا كل شويه الراجل لازم يمشي، الراجل لازم يمشي، والاعلام بقى واخدها البانه علشان يهد استقرار الفريق. في ايه يا جماعه؟ في ايه يا جماعه؟ اهدوا شويه على الفرقه يا جماعه، اهدوا شويه. الراجل لعب 3 ماتشات في الدوري يا جماعه، اول مره بيلعب في الدوري المصري لعب 3 ماتشات في الدوري يا جماعه. في ايه؟ في ايه؟ اهدوا شويه وامسكوا العقل. والله العظيم ما ينفع كده، احنا مش كل 5 ماتشات هنغير مدير فني يا جماعه، والله العظيم ما ينفع. ويجي لنا مدير فني جديد يقعد يجرب يخسر ماتش او ماتشين او يتعادل ماتش او ماتشين نطالب برحيله. في ايه؟ ما هو لازم يقعد فتره، لازم يقعد فتره على الاقل لغايه يناير، وبعد كده قيم التجربه على الاقل لغايه كاس الامم الافريقيه، وبعد كده قيم التجربه وشوف انت ممكن تعمل ايه. لكن ان انت على طول كده رحيل ريبيلو رحيل ريبيلو احنا مش شايفين حاجه في الملعب، لا يا جماعه في تطور على فكره بيحصل والله. اتفرج، استثني مباراه فاركو، مباراه فاركو كانت استثناء، استثني مباراه فاركو. اتفرج على مباراه مودرن سبورت بالعقل كده وبالراحه، واتفرج على مباراه غزل المحله بالعقل وبالراحه. مباراه مودرن سبورت كلنا كنا متفقين ان انت ما قدرتش تخلق فرص، وان انت ما كانش عندك فرص على المرمى، وان انت الاجوان اللي جبتها كانت من ضربات ثابته ومن تالق زيزو في العرضيات. ده الاجوان اللي انت جبتها. طب تمام، مش قادر تخلق فرص. طب في مباراه غزل المحله خلقت فرص ولا ما خلقتش؟ خلقت فرص. الملعب صعب والجو حر وخلقت فرص، وكان ممكن تكسب 1 و2 و3، خلقت اكتر من فرصه خطيره. في تطور بيحصل في الاداء، ولكن الموضوع لازم يتاخد بالراحه. صحيح ما كسبناش، لكن ده مش معناه ان الراجل ما بيطورش الاداء. في فرديات برضه، في قرارات للعيبه اوقات كتير جدا بتبقى غلط، دي مش مسؤوليه الراجل. فنهدى كده ونمسك العقل، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي بطل الدوري وبطل افريقيا، ونسيب الراجل يشتغل. سيبوا الراجل يشتغل بالله عليكم، وما تضغطوش عليه علشان ما تهدوش الفرقه. الراجل لازم ياخد وقته وياخد فرصته. دي وجهة نظري، بس الأهم طبعًا وجهة نظرك أنت. أتمنى يا جماعة لو الفيديو عجبكم تدعمونا بلايك، بشير، بكومنت، تدعمونا تعملوا سبسكرايب لقناتنا في اليوتيوب، واعملوا فولو لصفحة الفيسبوك وصفحة التيك توك. سلام.